يحكى أن في قديم الزمان كان في ملك حلم حلمه ودور على حد يفسره له. ولما جاء واحد بيفسره الحلم وهو حد خبرة وشاطر وكل حاجة، بس جاء قال له عيلتك كلها هتموت ومش هيتبقى غيرك انت. طبعا الملك اتصدم، مش عارفين قتله ولا عمل فيه ايه، ولكن دور على حد تاني يديله التفسير بشكل افضل ويفسر له حلمه. فجابوا واحد تاني يمكن خبرته ما تكونش زي خبرة الاولاني، بس عنده الكوميونيكيشن سكيلز وازاي يوصل المعلومة صح. فقال له ستكون اطول عائلتك عمرا، ان انت هتكون اكتر واحد عنده عمر او هتعيش اكتر واحد في عيلتك. الرسالة واحدة بس طريقة ايصالها ايه خلت الملك يتقبل الرسالة بشكل افضل. كرم بقى ولا اخد اللي اخده. ففي الاخر ده بيوصل لنا قد ايه الكوميونيكيشن سكيلز هي مهارة مهمة جدا. ازاي تتكلم وازاي بناء على الحدث توصل المعلومات. لو جينا ناخدها على الكونستراكشن وشغل الهندسة الخاص بيا، فكان قبل كده في برج قدامي شغال فيه ناس وفجأة كان في زحمة رهيبة جدا. فجاء واحد بقول له في ايه خير؟ قال لي واحد وقع عليه بلاطة من مش عارف الدور الكام واتجرى على المستشفى وبين الحياة والموت. في حين ان كان في نفس الوقت واحد تاني معدي وحاسه ماشي ومفيش فيه في دماغه اي حاجة كده. فبقول له بسأله نفس السؤال، يعني خير ايه اللي حصل؟ فقال لي والله الحمد لله كان في واحد وقع على راسه بلاطة، ولكن هو الحمد لله عايش وودوه المستشفى وإن شاء الله يكون أحسن. وإحنا بنحاول دلوقتي نلم الموضوع ونشوف إيه اللي حصل وإزاي ده حصل. تقريبا واضح جدا الفرق بين الرسالتين، بين واحد بص على المصيبة وبين واحد بيبص على نص الكوباية المليان أو على الحاجة الكويسة وإزاي يعبر عن الموضوع بشكل كويس. صدقوني موضوع مهم جدا، تابعونا عشان تعرفوا أكتر عن الكوميونيكيشن سكيلز وإزاي تطوروها وتكون سكيل أساسية عندكم وتستخدموها بشكل أمثل. يلا مع السلامة.